لو لسه حاصل لك انكل سبرين حالا، تعال اقول لك تتعامل مع الموضوع ازاي. اول حاجه بيبقى هدفنا ان الالم يقل والورم ينزل وتبدا تحمل على رجليك بشكل بسيط او على قد ما تقدر. نشتغل على الالم والورم في البدايه عن طريق ان احنا نرفع رجلينا زاويه 45 درجه فوق مستوى جسمنا، باننا نستخدم كمادات ثلج. وانت بتعمل فيزيوثيرابي او علاج طبيعي في البدايه هتلاقي الدكتور بيعمل لك موبيلايزيشن او بيبدا يحرك المفصل بتاعك بشكل بسيط عشان يبدا يستعيد المدى الحركي وفي نفس الوقت عشان يقلل لك الالم. ولو الدنيا شديده قوي وفي الم جامد في البدايه ممكن تستخدم الكتروثيرابي او اجهزه كهرباء في العياده. وبنبدا ان احنا ندخل في الوقت ده تمارين تكون مناسبه بشكل كويس. اول حاجه ان احنا بنبدا بتمارين تحرك الانكل بتاعنا في جميع الاتجاهات زي الدورس فليكشن والبلانتر فليكشن والايفيرجن والانفيرجن. ولو الموضوع صعب برضه ومش قادر انك تعمل التمارين بالشكل ده ممكن نعملهم بشكل ايزومتريك، مجرد ان احنا هنشد العضله في الاتجاه المطلوب مننا بدون حركه، وحد هيبقى مديك ريزيستنس بالشكل اللي انت شايفه ده بدون ما هو يتحرك وبدون ما انت كمان تتحرك. ايزومتريك كونتراكشن بشكل عام من الحاجات اللي عليها دليل قوي جدا في الحته بتاعه تقليل الالم. مع تمارين التقويات اللي بنعملها دي بنبدا كمان نشتغل على الموبيليتي عشان نبدا نرجع الفول رينج اوف موشن بتاع المفصل ده. في نفس الوقت ده هيساعدنا ان احنا نحسن حاجه بتبقى موجوده جوه المفصل اسمها البروبروسبشن. البروبروسبشن دي هي عباره عن سنسور موجود في المفصل بيدي احساس للمفصل بذاته وقت الحركه. دي من الحاجات المهمه جدا اللي بيحصل لها فقد اثناء الاصابه، من اكتر الحاجات اللي بيتم اهمالها اثناء التاهيل، عشان كده بيحصل ريكارنس او رجوع للاصابه بشكل متكرر من تاني. بعد كده عشان نضمن استقرار وثبات المفصل بشكل اكبر لازم نشتغل على الكينيتيك تشين كلها من البدايه. فمن الصح جدا ان احنا نبدا بدري في المرحله دي ان احنا نشتغل على العضلات بتاعه مفصل الفخذ والكور. فممكن في البدايه نبدا بتمارين بسيطه زي دي. بعد ما الوضع يبدا يتحسن شويه في المرحله دي لازم نبدا نعمل اكتيفيشن لعضله مهمه جدا اسمها التيبيالوس بوستيريور، ودي من ضمن العضلات الاستابلايزر او العضلات اللي مسؤوله بشكل كبير قوي عن التثبيت بتاع الانكل. نعمل تمرين زي ده هيعمل لها اكتيفيشن بشكل كويس قوي. خليني اقول لك في الاخر ان دي برضو خطوات عامه تقدر تعملها لو انت عندك اصابه، لكن كل حاله بتبقى مختلفه عن الثانيه وكل حاله بيكون لها تفاصيلها. فلو انت عندك الم او اصابه لازم تتوجه لدكتور يبدا يشوفك ويبص عليك ويقيمك عشان يبدا يحط لك البرنامج العلاجي الصح اللي يناسبك. استنى الفيديو الجاي اللي هنتكلم فيه عن المرحله اللي بعد دي، ازاي تشتغل على تمارين تساعدك بشكل اكبر. فلو انت مستني الفيديو اكتب لي تحت في الكومنتات.